شكرا. واشكرك كده على المسلسل اللي هو عمله، وفعلا اقتنعت جدا السنه دي بالتدخل السوري في الدراما المصريه. يعني بلاش تدخل، نسميها المشاركه السوريه في الدراما المصريه. يعني على كل المشهور الطف من الغزو. حاولت اتكلم كتير على مسلسل حدائق الشيطان، ايوه، لاني كنت مقتنع تماما وما زلت مقتنع ان كانت فيه ممثلين مصريين يقدروا يعملوا الدور ويقنعوا المشاهدين اكتر. بس بعد مشاركه السنه دي بالممثل الجميل اللي عندك، ولاني انا متابعه من 11 سنه تقريبا، مش بكبره في السن، بس انا بحكم ان انا عايش في الخليج بتفرج على مسلسلات سوريه كتير. وهو رومانسي جدا جدا في المسلسل اللي كان عامله مع اشرف زيدان وسلفى. اعتقد عشان ما اتذكرش اسم المسلسل كويس. ده كان مسلسل تاريخي ولا اجتماعي؟ اظن على طول الايام بيقصد. لا، كان مسلسل رومانسي عاطفي شويه. اللي هو على طول الايام، بطوله سلاف واخرجي الاستاذ ايمن زيدان. اي نعم. ايوه، على طول الايام فعلا كان مسلسل جميل إلك وكان خفيف فعلا. بس فعلا انت السنه دي يعني انا حبيت اقول لك ان انا اقتنعت جدا جدا بالمشاركه السوريه في الدراما المصريه. شكرا جزيلا يا تامر، وتحياتنا لاخواننا كلهم في قطر. ناهد من القاهره، ازيك يا ناهد؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك انت؟ مبسوطه قوي ان انا بتكلم معاكم. ربنا يخليكي، احنا مبسوطين. طبعا انا بسلم على الاستاذ تيم، وبقول له اني انا اول مره يعني ما كنتش متعاطفه مع الملك فاروق ابدا، بس اول مره احس بالحاجه الشخصيه بحياته الشخصيه، واول مره اعرفها وابقى مبسوطه. يعني خلاني اتعاطف مع الشخص ده، مع اني ما كنتش عمري بتعاطف معاه. طبعا التاريخ بيقول لنا حاجات ان هو ما كانش يعني سوي قوي. فطبعا انا كده مبسوطه ان انا عرفت برضه الجوانب، ممكن يكون كان في جزء كويس من حياته، وان اللي اثر عليه انا حسيت ان اللي اثر عليه الناس اللي حواليه اكتر. طبعا هذا واحد من الاسباب اكيد. صحيح. ناهد انت لا طيب، ناهد تانية من الجيزه، ازيك يا ناهد؟ الله يسلمك، ازيك يا استاذ تامر؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك اهلا بيك. طبعا اولادي اول ما شافوا تيم صعقوا ان هو بيتكلم سوري، لانه بيتكلم مصري بطلاقه حلوه قوي. الله مظبوط، حصل. وبعدين احنا خدنا جانب، استعطفنا شويه مع الملك فاروق، خلانا اتعاطفنا شويه مع الملك فاروق في اول حلقه. انت تعاطفتي مع الملك فاروق ولا تعاطفتي مع تيم؟ لا، اتعاطفت مع الملك لا، هو قام بشخصيه الملك فاروق فتعاطفت انا مع الملك فاروق. طيب ماشي، همشيها. شكرا، وتابعي معانا الحوار. انت رومانسي يا تيم؟ بس ده مهم عند الحته دي. خلاص نوقف. لا طبعا اكيد رومانسي طبعا. يعني ايه رومانسي؟ يعني رومانسي بدايه الرومانسيه ان وشه احمر. انت هذا الهاتف. الو ايوه، اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك يا تيم؟ انا داليا البحيري. اهلا وسهلا. اهلين يا مرحبا. النهارده اهلا بيك. ازيك يا تامر؟ ازيك يا انا بقول الاسم صح الاول؟ ايه تمام. اوكي تمام، هذا هو. اوكي، اهلا وسهلا فيك. انا النهارده بتكلم مش بصفتي فنانه، انا بتكلم بصفتي معجبه من معجباتك. تسلمي، هذا من ذوقك. لا بجد والله، عايزه اقول لك ان المسلسل ده كان المسلسل الوحيد اللي انا بتابعه في شهر رمضان. يعني ما كنتش هقدر اتابع اكتر من كده، بس انا اخترت المسلسل ده لان انا انبهرت بالاخراج وبالصوره ده في البدايه يعني. وبعدين انت خدتني في تمثيلك طبعا، ولازم اقول ان انت كنت هايل وحببتني جدا في الملك فاروق. ومعاك طبعا الجميل الاستاذ عزت ابو عوف، وعملتوا مشاهد رائعه مع بعض. تمام. امتعتوني بجد، وكل الممثلين طلعوا بشكل مختلف وجديد. وعايزه احيي بجد المخرج حاتم علي، لان احنا نطلع بشكل يعني حتى ممثلينا طلعوا شكلهم مختلف وجديد. صحيح. علينا. وانا رايي ان الممثل لما بيطلع بشكل حلو قوي كده بيبقى الفضل الاول والاخير بيبقى للمخرج. تمام. داليا قولي لي، الاعمال الدراميه الناجحه قوي زي دي ما بتعملش نوع من انواع الغيره الايجابيه ان انت كان نفسك تشاركي فيها اي دور طبعا نسائي؟ طبعا. كنت قاعده كنا نتشرف في المسلسل حتى اعدي من ورا كده، حتى اعدي. شكرا على تليفونك، شكرا كتير. وبجد ما يعملش التليفون ده غير حد قلبه ابيض. انت عارفه الغيره بقى الفنيه والنجاح، لكن لما تكلمي ممثل سوري ونجم سوري معانا وتقولي له قد كده انا معجبه من معجباتك ومحبه من محبيك، ده اعتقد دليل على نقاء السريره زي ما بيقولوا. على فاصل، عندنا فاصل هنشوف فيه بعض الشطات ليك لبعض المسلسلات التي لم يراها المصريون عشان يتعرفوا على اوجه كثيره ليك. بس
سؤال مهم الحقيقه بناء على نتيجه المكالمات اللي احنا شفناها. انت عملت مشكله كبيره ان انت بادائك غيرت التاريخ. يعني الملك فاروق كان في بعض الناس معاه وبعض الناس ضده وبعض الناس واخد عليه سلبيات كتير، لا بس ولا الناس يزال. في اتعاموا عن السلبيات، تغاضوا عنها وبقوا شايفين حسنات فاروق علشان ملكات تيم. طيب الحمد لله. والله هو ما في تغيير الحقيقة للتاريخ، يعني هو إنما النص يعني كان عم يتناول زاوية جديدة الحقيقة بالموضوع يعني، والمسلسل يعني مخرج بشكل طريقة جديدة بتوجه جديد، يعني متعوب على فيه تفاصيل كتير، فعمل خطوة باتجاه الناس قريبة يعني. بعتقد هذا السبب. هنرجع ما من شيء تغير في هذه المدينة سوى أن الفتيات الصغيرات كبرن وأصبحن شابات. أعتقد بأنهن لا يزلن يعيشن في عالم بالغ التعقيد. لقد أحببت ياقاتهن المستديرة، أحببت شعرهن المقصوص وجواربهن الحريرية، أحببت حركات أجسادهن المتراقصة وطريقة مشيهن، أحببت كل شيء فيهن. ألأنني عاشق أم شاعر؟ الفرق بيني وبين بقية العشاق أنهم يحبون في العتمة وضمن جدران غرف النوم المغلقة، أما أنا فعلي لسوء حظي كشاعر أن أرسم عشقي على الورق وألصقه على كل الجدران. سلافة هي بتسلم عليك. الله يسلمك ويسلمها. اليوم شفتك إن عم نصور إعلان سوا. فعلا. انت لحقت يا تيم؟ لا طول بالك، هذا إعلان الأمم المتحدة، ما أنه إعلان أيوة تجاري يعني. ارجع. تمام. لا إعلان الأمم المتحدة يعني عن تنظيم الوقت للشباب، كنا اليوم عم نصوره. يعني نوع من انواع تشجيع تشجيع النوايا الحسنه وتشجيع للشباب وعمل يعني تقريبا دولي. هي فكره بسيطه، بس انك انت تستغل وقتك، يعني حياتك تحاول انك تستغلها بشكل كويس يعني، وتعمل جهدك انك تعبي اوقات الفراغ بشكل ما يضرك. لكن ما بفكرش في اعلان تجاري؟ لا بعيده هي الفكره. ليه؟ انا اعتقد نضطر. ان شاء الله ما نضطر. الاجابه واضحه في بطن الشاعر زي ما بيقولوا، ان الموضوع فلوس، فما دام مش هيحتاج فلوس مش هيضطر. لا طبعا ان شاء الله. لا طبعا يعني مع كل الاحترام اللي بيعملوا اعلانات، يعني مو انه غلط يعني، بس الاعلان يكون لمنتج كويس. لا دبلوماسي من الدرجه الاولى. رجع بسرعه قال لك مع كامل الاحترام. الاحترام. صح، عندك حق عندك حق علشان ما حدش يزعل. طيب نرجع للملك فاروق وبعض الانتقادات التي وجهت اليه. انا مش عارف انت متابع ولا لا الصحافه المصريه. انا مفاجئ الحقيقه ان الاسبوع الاخير ده الملك فاروق في مقالات وتحليلات صحفيه مش من النقاد الدراميين، من المحللين السياسيين والكتاب السياسيين ابتدوا يتكلموا عن الملك فاروق كمسلسل ويطبقوه على تاريخ مصر.